اهلا وسهلا، مراجعه جديده وفيلم الرحله 404. لسه طالع دلوقتي من السينما ومروح، وكانت النهارده يوم عصيب جدا لان انا دخلت فيلمين ورا بعض. دخلت الاول الحريفه ودخلت فيلم الرحله 404. النهارده كان اول يوم عرض الفيلم الرحله 404. والحريفه ان كان نازل بقاله فتره والفيدباك عنه كويس جدا، بس الفيلم ده في حاجه غلط معايا. كان كل ما اتفق ان انا اخش الفيلم كان يحصل حاجه وما اعرفش اخش الفيلم ده. فان شاء الله، بما ان الحريفه نازل بقاله فتره وفي ناس كتير اتكلمت عنه، هنزل ريفيو عن فيلم الحريفه بس مش النهارده. هننزل دلوقتي او هنتكلم دلوقتي عن فيلم الرحله 404، بما ان هو لسه نازل النهارده في السينما. فيلم الرحله 404 من بطوله منى زكي ومحمد فراج وعديد من ضيوف الشرف اللي كلهم كانوا متميزين جدا بالمناسبه. يعني الفيلم بيتقدم لينا من صناع مسلسل الليله واللي فيها، الكاتب محمد رجاء والمخرج الكبير هاني خليفه. عشان كده بنلاقي في الفيلم ده ان احداث الفيلم زمنيا بتدور في وقت قليل جدا، زي بالظبط مسلسل الليله وفيها. تقريبا احداث الفيلم بتدور في 3 ايام بس. قصة الفيلم بتحكي عن رحلة غادة اللي هي بتقوم بيها منى زكي إلى التوبة لربنا. ومن خلال الرحلة دي منى زكي بتشوف صعوبات كتير، عشان كده اسم الفيلم رحلة 404. أو أنت ممكن تبقى قبل ما تخش الفيلم مفكر إن الاسم الفيلم ده ليه علاقة بحاجة معينة تانية، بس لما بتخش الفيلم أو لما تخلص الفيلم هتعرف اسم الفيلم جه منين. يعني أنا كان داخل معايا الفيلم أحد الأصدقاء، فكنت بتناقش معاها بقول لها اسم الفيلم غريب شويه، فقعدنا فكرنا كده شويه. اسم الفيلم الرحله هي رحله التوبه. طب 404 دي معناها ايه؟ 404 ده الايرور، فبالتالي هي الايرورز اللي بتحصل في خلال الرحله اللي احنا بنشوفها في التوبه. فاسم الفيلم طلع عظيم جدا، وما فرقش كتير بالمناسبه عن قصه الفيلم وعن اخراج الفيلم. فانا مش عايز احرق كتير واخش في تفاصيل الفيلم، بس زي ما بقول لكم الفيلم انا انبسطت بيه جدا جدا جدا. الكتابيا مكتوب باروع ما يمكن، اخراجيا هاني خليفه تميز وتفوق على نفسه. كل كادر ليه معنى، كل حاجه في الصوره ليها معنى، الاضاءه ليها معنى، كل حاجه كل حاجه في الفيلم. مش عايز اقول لكم لو ركزتوا فيها ولما تطلعوا هتلاقوا لها معنى. الفيلم ده من نوعيه الافلام اللي بتتكلم على الانسان، الافلام اللي بتتكلم على الفلسفه، الافلام اللي بتخليك بعد ما تخلص تقعد تفكر كتير، تقعد تسحل نفسك في التفكير. انا مش عايز اتكلم بتوضيح عشان ما احرقش، بس انت لو دخلت الفيلم هتفهم كلامي قوي. فيلم بيلامس قلبك، فيلم اي بني ادم طبيعي لو فهم الفيلم ده كويس هيلاقي قلبه اتاثر بشكل كبير جدا. هتطلع من الفيلم هتبقى عايز تعمل حاجه. لما تتكلم على الفيلم عايز تعمل حاجه وخلاص. فيلم يخليك تفكر، ودي من نوعيه الافلام اللي انا بحبها جدا. الفيلم ده ان شاء الله ان شاء الله ينجح في السينما. الفيلم ده هيفضل كتير، الفيلم ده هيبقى علامه من علامات السينما المصريه، ومش ببالغ في اللي انا بقوله. يعني فيلم تقيل، فيلم تقيل بجد. مش عايز اوضح اكتر من كده في القصه، لان التريلر تقريبا هو مش عايز يوضح حاجات معينه في القصه، فانا هحترم ده من صناع العمل ان هم مش عايزين يحرقوا لك. وده الصح على فكره. انا دخلت الصراحه كنت بفكر فيلم بيتكلم عن حاجه طلع بيتكلم عن حاجه تانية. فانا انبسطت انبساط كبير جدا 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 بالفيلم ده، وبنصح كل الناس انها تخشه. خلي بالك الفيلم اعتقد ان هو للكبار فقط. الفيلم ده مش لكل الناس، الفيلم ده للناس اللي بتحب الافلام بجد، اللي بتحب الافلام اللي ليها معنى. كان بقالنا كتير في مصر ما شفناش افلام ليها معنى. اخر فيلم شفناه عدل ليه معنى كان تراب الماس. كل الافلام من ساعتها بتتعمل افلام كوميديه بس، لا انما الفيلم ده هو فيلم مش كوميدي. اخيرا شفنا في مصر فيلم تقيل مش كوميدي. فبجد تحياتي لكل صناع العمل، بجد شابوه ليكم. برافو على الاداء التمثيلي لمنى زكي وكل الممثلين. منى زكي رهيبه رهيبه في الدور. هاني خليفه رائع رائع رائع. اخيرا الكتابه، محمد رجاء المؤلف محمد رجاء برافو عليك. اخيرا لقينا كتابه، لقينا ورق زي ما هم بيطلعوا يقول لك مفيش ورق. لقينا ورق تقيل، اخيرا لقينا ورق تقيل. الحمد لله ان في ورق تقيل، الحمد لله ان في قصه تقيله. بجد انا طالع يا جماعه، يعني كل اللي بيشوفني اقعد اكلمه عن الفيلم ده. يعني انا وصديقتي حتى كنا بنفكر احنا نطلع مع بعض نتكلم عن الفيلم كده دردشه بودكاست، من كتر ما الفيلم ده فيه تفكير كبير قوي وتتناقش في الفريم. تعرف هنا كان المخرج قصده ايه لا يا جماعه يا جماعه، انا مبسوط انبساط ما انبسطتش بيه بقالي فتره طويله جدا في السينما المصريه. فانا انبسطت قوي بالفيلم، وتقييمي لفيلم الرحله 404 هو 9 من 10. لو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واقترح عليا لو انت حابب ان احنا نتكلم على الفيلم تاني بحرق، قول لي ونتناقش مع بعض ان شاء الله في الفيلم وفي تفاصيله وفي كادراته وفي كل حاجه، لان كل حاجه في الفيلم زي ما قلت لك كان ليها معنى وكان ليها دور.